هسيب لكم انتوا المره دي تسموا الباستا دي، بس خليني اقول لكم ان دي احلى واسهل باستا انا جربتها في حياتي. طعمها خطير وسهله سهوله مش طبيعيه. ولا بصوا مثلا التشيكن جوسي من جوه ازاي، خطيره. عشان نعمل صدور الفراخ دي موضوع سهل جدا. هنجيب 2 صدر كاملين على بعض، هنشفهم كويس وهنتبلهم بملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. وفي طاسه سخنه جدا هحط زيت زيتون وهنزل الفراخ بتاعتي. بعد كده هنزل قطعه من الزبده تاخد لون كده، وما تخافوش هي كده ما اتحرقتش خالص، هتشوفوا في الاخر. وفي طاسه تانية حطيت معلقه من زيت الزيتون، بصلايه متقطعه مكعبات صغيره وشويه توم مفروم. وبعد كده نزلت المشروم بتاعي، هقلبهم مع بعض كلهم لحد ما لونهم يبقى خطير كده، ياخدوا لون جولد حلو. هنزل معلقتين من الصلصه، رشه ملح، رشه فلفل اسود، وبعدين احط كوبايه من كريمه الطهي واقلب واسيب الصوص 3 دقايق كده بالكتير على نار. بعد كده اطفي عليه واروح منزله المكرونه بتاعتي اللي انا سلقاها من السلقه على طول على الصوص عشان تتماسك مع بعضها. وبعدين بقى في الاخر برش رشه من البقدونس. ما تخافوش البقدونس والله على الوصفه دي خطير، يعني احلى باستا بجد، هتجربوها وهتدعولي. وبصوا بقى الفراخ جوسي من جوه ازاي، متحرقتش خالص وخطيره خطيره. اهم حاجه بس ان احنا برضو نغطيها شويه عشان تستوي ونبقى ضامنين انها مستويه من جوه. بعدين بحطها بقدمها على الباستا من فوق كده، ورشيت من فوق رشه تشيلي فليكس. ممكن عادي تستغنوا تحطوا شويه شطه، مش عايزين برضو براحتكم. هستنى رايكم واسئلتكم في الكومنتس. بحبكم قوي قوي. باي باي.